لو ركبت المترو في ساعة زحمة وبصيت من الشباك أو حتى بصيت في وجوه الناس اللي حواليك، هتلاقي شريط طويل من الحكايات المدارية. كل واحد فينا ساند راسه على الشباك وشايل وراه عالم كامل. اللي بيفكر في مصاريف المدارس، اللي قلقان من نتيجة تحليل، واللي بيسمع مزيكا علشان يهرب من دوشة أفكاره. المترو بيمشي بسرعة، والمحطات بتعدي والناس بتبدل أماكنها، وفي وسط الزحمة دي بنتحول لمجرد أرقام أو كراسي. بننسى إن الشخص اللي خبط فيك بالغلط ده ممكن يكون لسه سايب بيته وهو مكسور، أو إن الست اللي قاعدة قدامك دي شايلة شيلة تهد جبال بس هي لسه مبتسمة. إحنا بقينا بنشوف بعض بالغلط، بس ما بقيناش نحس ببعض بجد. السرعة اللي عايشين بيها خلتنا نمر على المحطات المهمة في حياتنا من غير ما نقف عندها. بنبص من الشباك والمنظر بيتحرك بسرعة البرق، فما بنشوفش غير خيالات. بنخاف نقرب أو نسأل أو نهتم، وبنفضل إننا نفضل غرباء علشان ده أسهل. بس الحقيقة إن كلنا محتاجين حد يشوف اللي ورا الشباك، حد يقدر إننا بشر مش مجرد ركاب في قطر العمر. في زحمة يومك حاول تهدي السرعة شوية، بص في وجوه الناس بقلبك مش بعينك، وافتكر إن كل واحد فينا محطة في حياة التاني. حاول تسيب أثر بسيط في حياة اللي حواليك، ابتسامة أو كلمة طيبة، لأننا كلنا في الآخر راكبين نفس القطر، وكلنا محتاجين اللي يطمنا إننا مش لوحدنا.